السلام عليكم. على مدار السنين ظهر لاعبون تألقوا بشكل لافت في بداية مشوارهم مع الساحرة المستديرة، لكنهم تراجعوا رويدا حتى قضت عليهم الشهرة والأضواء لأسباب مختلفة. في هذا الفيديو سوف أستعرض لكم أهم وأشهر نجوم الكرة الذين تمتعوا بموهبة استثنائية، لكنهم دمروا مستقبلهم الكروي بأيديهم وكتبوا النهاية لمسيرتهم قبل الأوان. ماريو بالوتيلي النجم الإيطالي لا يختلف اثنان على موهبته، إلا أن عدم انضباطه داخل الملعب وخارجه وكثرة ظهوره في النوادي الليلية إضافة لحركاته الصبيانية أودى به إلى الهاوية، حيث كثرت إعاراته بين الأندية حتى وصف بالتفاحة الفاسدة لتضيع موهبة كان يمكن أن تبصم على مسيرة أفضل بكثير. بالوتيلي يبلغ حاليا من العمر 27 عاما، واشتهر أيضا بمعاناته من العنصرية بسبب بشرته السمراء. ريستون درينثي بدايته كانت مع نادي فاينورد الهولندي، وبعد التألق في ناشئي هولندا لفت انتباه ريال مدريد لينتقل إليه عام 2007، ولكن بعد 3 سنوات مع الملكية لم يقدم ما كان منتظرا منه، فيبدو أن اللاعب اكتفى حلمه بتمثيل القميص الأبيض ولم يفكر بما هو قادم، فقد انتقل بعد ذلك لفرق عدة متواضعة إلى أن اعتزل اللعبة العام الماضي وعمره 29 عاما فقط، لعدم شعوره بالسعادة وهو يمارسها حسب قوله. رونالدينيو بعد 5 سنوات أسطورية مع برشلونة ومنتخب البرازيل انهار بشكل مفاجئ النجم البرازيلي عام 2008 وهو بعمر 28 عاما فقط، فانتقل إلى ميلان. هناك لم يستطع استرجاع إمكانياته البدنية، وظل يعتمد فقط على مهاراته الفنية التي لم تعد تجدي نفعا في ظل فشله في مجاراة إيقاع المباريات العالي، والسبب يعود إلى إدمانه على الخمور والنوادي الليلية، فضاعت احترافيته تحت أضواء الديسكوهات، وبذلك دفن موهبته في سن مبكرة ودفع ثمنا لا مبالاة. رونالدينيو الذي اعتزل قبل عامين يبلغ من العمر حاليا 37 عاما، لكن إذا نظرت إلى ملامحه فستعتقد أنه في الخمسينيات من عمره أو ربما أكثر. نيكولاس أنيلكا اشتهر الفرنسي بأنه اللاعب الأكثر انتقالا بين الأندية، حيث لعب ل13 فريقا طوال مسيرته، أبرزهم باريس سان جيرمان وأرسنال وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ويوفنتوس، فهو لم يكن يتمتع بالتواضع اللازم لتقبل خطط مدربيه، وخير مثال على هذا ما حدث خلال مونديال 2010 عندما وجه أنيلكا شتائم إلى مدربه في منتخب فرنسا ريمون دومينيك ليتم استبعاده من صفوف المنتخب وترحيله إلى فرنسا. ألكسندر باتو النجم البرازيلي كان يتنبأ له بمستقبل كبير في بدايته، فقد انتقل إلى ميلان عام 2007 وهو بعمر 18 عام، وتألق في بداية مسيرته التي استمرت ل3 سنوات كانت الأولى فيها هي الأقوى، فيما بقية الأعوام كانت أضعف بكثير بسبب تعرضه للإصابات المتلاحقة. بعد هبوط مستواه استغنى عنه ميلان، حيث عاد للدور البرازيلي وتجارب أخرى متنوعة وفاشلة، ليستقر به الحال حاليا في الدور الصيني وهو في عمر 28 فقط. إيريك كانتونا النجم الفرنسي تألق بشكل كبير مع مانشستر يونايتد، حتى لقبته الجماهير بالملك إيريك، وكان يمكنه أن يبصم على مسيرة أفضل لولا عدم انضباطه في كثير من الأحيان، فقد قام مرة برمي قميصه في وجه مدربه بنادي مارسيليا لأنه قرر تبديله، ومرة قام بشتم مدرب منتخبه الفرنسي على العلن قبل أن يتورط بالحادثة الشهيرة حين كان لاعبا في مانشستر يونايتد عام 1995، حين طرد من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، وتعرض لبعض المضايقات اللفظية من الجمهور أثناء خروجه، فما كان منه إلا أن قفز إلى المدرجات وركل أحد المشجعين في بطنه.
عوقب على أثره بالإيقاف مدة 8 أشهر مع إجباره على العمل لمدة 120 ساعة كخدمة اجتماعية. جوي بارتون الإنجليزي يصنف من أعنف اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فهو معروف بتدخلاته الخشنة التي عوقب بسببها لفترات طويلة أكثر من مرة. مشاجراته المتكررة لم تقتصر على المنافسين، بل كانت أيضا مع زملائه ومدربيه، فضلا عن تعرضه للسجن مرتين بسبب تورطه في شجارات خارج الملاعب. جاك ويلشر لعب أول مباراة مع أرسنال عام 2008 في سن 16 عاما فقط، وكان يتوقع منه الكثير، لكن مع مرور السنوات تراجع مستواه كثيرا وازدادت مشاكله خارج الملعب. فبعد خروج المنتخب الإنجليزي من كأس العالم 2014 التقطت عدسات الكاميرا جاك ويلشر وهو يدخن علنيا في حوض استحمام ساخن في لاس فيغاس، فأثارت هذه الحادثة الأوساط الإعلامية في بريطانيا، الأمر الذي دفع جاك ويلشر إلى الاعتذار رسميا، وصرح قائلا: لقد ارتكبت خطأ ثم كررت الخطأ. إن البشر مخطئون، وبالرغم من الاعتذار لكنه لم يصلح أخطاءه واستمر في تصرفاته تلك، حتى وصل به الحال حبيسا لدكة الاحتياط مع بورثماوث المعار إليه من أرسنال. وليس هناك أي مؤشرات مبشرة حول مسيرة اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عاما فقط. بول غاسكوين تصلح قصة هذا اللاعب لتكون مادة لفيلم سينمائي درامي شيق، حيث عرف النجومية والتألق حين كان لاعبا، وحقق العديد من الألقاب مع نيوكاسل وتوتنهام ولاتسيو، وكذلك مع منتخب إنجلترا الذي قاده إلى نصف نهائي كأس العالم 1990 وبطولة أوروبا عام 1996. ولكن إدمان الكحول دمر ماضي هذا اللاعب وحاضره، فقد تورط بعدة مشاكل نتيجة إدمانه هذا، كسحب رخصة سيارته بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وضرب زوجته في مكان عام، وبلغ به الإدمان مبلغا جعله لا يتورع عن احتساء الخمر حتى أثناء المباريات، مما عرضه للحرمان من مزاولة الكرة عدة مرات. وقد زاد إدمانه بعد اعتزاله وارتبط بمشاكل أكثر خطورة كلاعب القمار وحيازة وتعاطي المخدرات، مما جعله يخسر كل شيء ويتحول إلى سكير عربيد يتسكع في شوارع وحانات لندن. أدريانو اللاعب الملقب بالإمبراطور بسبب حجمه الضخم ومهاراته التهديفية، قدم بداية صاروخية مع إنتر ميلان ومنتخب البرازيل، لكن سرعان ما انهارت مسيرته عام 2008 بسبب زيادة وزنه بشكل مفرط نتيجة عدم الانضباط. وليس هذا وحسب، بل عرف أدريانو بحبه للسهر والنوادي الليلية. حاول إنقاذ مسيرته بالتعاقد مع روما وأندية برازيلية متعددة، لكن فشل تماما. وبعد ذلك عاد أدريانو للعيش في أحد الأحياء البرازيلية الفقيرة للابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء، ويعيش حياته فيها كإنسان بسيط، لينتهي مشروع نجم برازيلي كان يملك كل مقومات النجاح. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتتوصلوا بأفضل وأرقى التقارير عن نجوم الرياضة، وأخبرونا في التعليقات برأيكم بهذه النهاية الحزينة والمؤسفة لمسيرة هؤلاء النجوم.